تعالى يا ستي الكل نعمل بقى احلى شويه رز بلبن كده، لو لنا بالمانجا او ساده او في الفرن، حاجه تحفه زي ما انتم شايفين كده. الرز بلبن بتاعنا بتاع والدتي كده، والدتك كده. عندنا كوب من الارز نقعناه لمده 10 دقائق مغسول مره واحده، نقعناه في ميه في لتر ميه طبعا. وعندنا حطينا لتر من الحليب زي ما انتم شايفين كده، وعلى نار متوسطه كده. نقلب كل شويه كده بس مش كتير، نار هاديه خالص يعني. وهنا بعد الرز ما خد 40 دقيقه على النار، حطينا 4 معالق من السكر كده حسب انت ما انت محتاج السكر، وثلاث علب من القشطة 100 جرام العلبة. وحطينا نص علبة كريمة لباني، ممكن تحط العلبة كلها حسب انت ما انت عايز عشان يبقى دسم الرز كده بلبن في حتة تانية. ده رز بلبن بيتي هتقدروا تعملوه، عايزين تحطوا روايح فانيليا اي حاجة براحتكم. وهنا نص كوب بقى حليب عليه معلقتين كبار من النشا عشان يمسك معانا القوام بقى. شوفين القوام بعد ما مسك كده، هنسيبه يبرد شوية كده يمسك اكتر شوية، هيبقى كريمي كده وحاجة تحفة زي ما انتم شايفين كده القوام. طبعا عاملين طاجنين رز بلبن زي ما انتم شايفين كده، تحفة بصراحة، أنا بحبه بصراحة يعني، وعملته بطريقة كويسة هتعجبكم. ممكن بقى تاكلوه بقى مع المانجا أو مع الشوكولات حسب المكونات اللي عندكم المتاحة زي ما انتم شايفين كده. وتدخلوا التلاجة بس لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. يلا بينا ندوق الرز بلبن السادة الأول ونجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة، هيعجبكم، اعملوا رأيكم. يلا بينا، بتاع والدي ووالدتك وجدي وجدتك، حاجة تحفة. يلا بينا ندوق الرز بلبن ده. أنا بحب الرز بلبن، بعشق الرز بلبن أبو وش ده بصراحة. بسم الله. تحفة، أنا بحبه بصراحة. امم في حته تسعه ده. ناخد بقى ندوق الرز بلبن مع المانجا. بسم الله. خطير والله.